السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم ديزيت سون غلوتين. اول فيديو على بركه الله راح يكون قلب اللوز بدون جلوتين. كما تعرفوا احنا رانا على ابواب شهر رمضان المبارك، يعود علينا بالخير والربح ان شاء الله. راح نفتتحوا القناه بوصفه حلوه الله يحلي يمتكم. بدون اطاله نجوزوا المقادير. اولا استعملت هذا السميد اللي بدون غلوتين اللي هو سميد ريام. عندنا قبل ما نجوزوا المقادير الجافه ماذا بيا لو كان نحضروا الشربات. والشربات واش راح نديروا فيها؟ عندنا استعملت مكيال صغير وتقدري تضافي الكميه كيما تحبي. المهم نفس المكيال اللي نعبروا به الشربات هو اللي نكملوا به السميد تاعنا. اولا عندنا كاس ونص سكر، نضيفوا له 3 كيسان ماء. هنا نديروها فوق النار ونحركو حتى يذوب السكر. كي تبدا تغلي نحسبوا لها 10 دقائق ملي بدات تغلي، ومن بعد نطفوا عليها. انا كي تغلي عندي الشربات راني رايحه نولي لكم ونضيف معكم المزهر. هنا الشربات تاعي راهي غلات وطابت، راني جبتها سخونه، راني راح نضيف لها كميه تاع المزهر ونخليها تبرد. نجوزوا المقادير الجافه. عندنا 3 كيسان سميد، قلت انا استعملت ريام راح يخرج لنا نتيجه افضل. عندنا كاس ونصف سكر، وهنا نزيدوا له ملعقه ماشي معمره على راس المغرفه تاع خميره تاع الكاطو هكذا، ونحرك المواد الجافه. في المرحله الثانيه نجيبو هنايا باش نحركو المواد السائله. في المواد السائله واش راح نسحقو؟ عندنا نصف كاس تاع الزيت، ربع كاس تاع ماء زهر، ونزيدو له نصف كاس تاع اللبن او حليب او ياغورت طبيعي. هنا نخلطوا المواد اللي راهم عندنا، المواد السائله نخلطوهم مليح يتجانسوا عندنا، ونضيفوهم بسم الله المواد الجافه اللي عندنا. هاي لك نضيفوهم ونحركوا حيتشرب لنا كامل هذوك السوائل. انا راح نجيب مول، المول تاعي فيه 26 على 17 سنتيمتر. هاوليك فيه 26 على 17 سنتيمتر. فرق ما ندهنو ما والو. انا استعملت مول تاع الدجاج باش راح يلصق باش ما يجينيش تانيك عالي هكذا. خليه يرتاح مدة 20 دقيقة. ندخلو للفرن نشعلوه من تحت على درجة حرارة متوسطة حتى نشوفوه باللي تحمر لنا من الجوانب. كي نشوفوه تحمر من الجوانب نشعلوله من الفوق
ثانيك على نار متوسطه ونطفي من التحت، نخليه يتحمر ونخلي الوجه تاعو يتحمر مليح، ياخذ اللون الذهبي ومن بعد يولي رايح للبني غامق. ومن بعد كي نخرجوه نتلاقاو ان شاء الله باش نوريكم كيفاش نسقيه بالشربات اللي تكون بارده. كيما راكم تشوفوا القلب اللوز تاعنا راهو طاب، رانا خرجناه من الكوشه سخون وراهي عندي الشربات هنا بارده، انا رايحه نسقيه قدامكم. بسم الله. كيما راكم تشوفوا راهو يشرب، هذا هو يبين لكم بلي قلب اللوز نجح، تخافوهاش راح يتشرب كامل الشربات تاعنا. من الافضل نخلوه يبات، غدوه ان شاء الله نقسمه لكم ونوريه لكم في صحن التقديم. اذا هاوليك القلب اللوز تاعنا بعد ما بات ليله كامله نقطعوه ونقدموه. هاوليك نقطعوه قدامكم. بسم الله. إلا عجبتكم الوصفة تاع اليوم ما عليكم غير ديروا جيم لا فيديو وتضغطوا على ابوني ليصلكم الجديد بإذن الله. إلى اللقاء في وصفة قادمة إن شاء الله.